المجلس الرابع والأخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من دار البوار. معشر الأحبة في الله، لا تزال معنا بقية طيبة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فضل العلم. وكنا قد توقفنا عند حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. معشر الأحبة في الله، كنا قد ذكرنا فوائد هذا الحديث، وبينا معشر الأحبة في الله أهمية التبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبينا أن هذا التبليغ قد يكون فرض عين في أحوال، وقد يكون فرض كفاية في أحوال، كما تحدثنا أيضا عن أنواع الرواية عن بني إسرائيل، وبينا أنها 3 أقسام، منها ما يجوز روايته مما وافق القرآن والسنة، ومنها ما لا يجوز روايته وهو ما خالف الكتاب والسنة، ومنها ما لا نصدقه وما لا نكذبه وهو ما لم يأتي في القرآن والسنة تصديقه أو تكذيبه. كما بينا أيضا وختمنا بهذا خطورة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وبينا أيضا أهمية التثبت في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معشر الأحبة في الله، نبدأ بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الحديث رواه مسلم في الصحيح. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن سلك طريقا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يبدأ بواو العطف، لا يقول ومن سلك، وإنما الحديث مختصر. الحديث مختصر اختصره الإمام النووي رحمة الله عليه. والحديث معشر الأحبة في الله له مقدمة، والنووي رحمة الله عليه اقتصر على الشاهد. الشاهد يدل على فضل العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من شرطية، سلك طريقا جاءت نكرة، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، هكذا يقول علماء الأصول. إذا من سلك طريقا من طرق العلم، سواء كانت هذه الطريق طويلة كطريق علم الحديث. علم الحديث لا يحصله الإنسان في سنة، ولا في 5 سنوات، ولا في 10 سنوات، وإنما يقضي عمره فيه ويفني عمره فيه كما أفناه سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أفنوا أعمارهم في طلب علم الحديث. فهذا الطريق طويل جدا. من سلك طريقا، وأيضا يدخل في عموم الطريق هنا الطريق القصير. الطريق القصير يعني الطريق يعني السهل اليسير الذي يبلغ فيه الإنسان مقصوده في مدة يسيرة وفي وقت يسير، كالذي يسأل مثلا عن حكم مسألة في دين الله تعالى، فهذا سلك طريقا يلتمس فيه علما. هذا العلم يتعلق بالمسألة التي لا يعلم حكم الله تعالى فيه. إذا من سلك طريقا من طرق العلوم الشرعية، سواء كانت الطريق طويلة أو كانت متوسطة أو كانت قصيرة، فالله عز وجل يسهل له بسلوكه هذا الطريق
وهو طريق وعليكم السلام وهو طريق طلب العلم الشرعي على اختلاف أنواعه، سواء كان طريق طويلا أو متوسطا أو كان قصيرا، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فيه دليل معشر الأحبة في الله على فضل العلم من حيث أنه سبب لدخول الجنة. كيف كان العلم الشرعي سببا لدخول الجنة؟ أذكر لكم جوابين. الجواب الأول: كان العلم الشرعي سببا لدخول الجنة لأن العلم الشرعي يهتف للعمل الصالح. العلم الشرعي يهدي للعمل الصالح، فالذي يطلب العلم الشرعي هذا العلم الشرعي يدفعه إلى ماذا؟ إلى العمل الصالح، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فنجد في القرآن الكريم أن الله تعالى يقرن الإيمان الذي هو ثمرة العلم النافع بالعمل الصالح. إذن هذا الجواب الأول، وهو الجواب عن السؤال السابق: كيف يكون العلم الشرعي سببا لدخول الجنة؟ الجواب الأول أن العلم الشرعي يدعو إلى العمل. قال علي رضي الله عنه: هتف العلم للعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. الجواب الثاني أن العلم الشرعي يصحح لك العمل، فليست العبرة في الشرع بكثرة الأعمال، وإنما العبرة بحسن الأعمال. والأعمال الحسنة هي الأعمال الموافقة للشرع، الموافقة للسنة. قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن، ولم يقل أكثر، أحسن عمل، ليبلوكم أيكم أحسن عمل. وبعض السلف يقول: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فالإنسان إذا كانت أعماله قليلة موافقة للسنة خير من أن تكون أعماله كثيرة مخالفة للسنة موافقة للبدعة، لأن العمل إذا كان موافقا للسنة فهو مقبول إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. مفهوم المخالفة: من عمل عملا عليه أمرنا فهو مقبول. نعم. واقتصاد في السنة خير من اجتهاد في بدعة. فالذي يجتهد ويكثر من الأعمال ولكن هذه الأعمال مع كثرتها مخالفة للسنة فهي كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. ونعوذ بالله من أن تكون أعمالنا مخالفة لسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من سلك طريقا، أي طريق، سواء كان طويلا أو متوسطا أو قصيرا في طلب العلم الشرعي، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الالتماس هو في الحقيقة في الأمور الحسية ولا لا؟ الالتماس يلتمس علم، ولكن العلم شيء معنوي. كيف يلتمسه الإنسان؟ واضح؟ قال العلماء: التماس العلم نوعان: التماس حسي والتماس معنوي. الالتماس الحسي هو أن تمشي مثلا، أن تأخذ الكتاب، أن تسأل، هذا التماس حسي. والالتماس المعنوي هو التفكر في المسائل، التفكر في الدلائل، فهذا التماس معنوي وذاك التماس حسي، وكلاهما يدخلان في عموم الحديث. فالذي يلتمس العلم بالأمور الحسية بالمشي مثلا وبمطالعة الكتب وبالتقييد كما قال صلى الله عليه وسلم: قيدوا العلم بالكتابة، أو بالسؤال لأنه سيتكلم وسيحرك لسانه، صح؟ إذن هذا التماس للعلم. والالتماس الآخر هو التفكر في المسائل وفي الدلائل. فالإنسان إذا تفكر في المسائل وإذا تفكر في الدلائل فهو يلتمس العلم، لأنه يبحث عن الصواب وعن الراجح وعن الوجه الحق في المسألة. إذن كل هذا معشر أحبتي في الله يدخل في التماس العلم. قوله صلى الله عليه وسلم: سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فيه دليل على أن طرق الجنة كثيرة، لأنه لما قال سهل الله له به طريقا يعني فيه إشارة إلى أن الجنة لها طرق والحمد لله، وهي كثيرة لا تعد ولا تحصى. وهذا دليل على سعة رحمة الله وعلى سعة كرمه وجوده، إذ إنه لم يجعل الجنة سببا واحدا بل جعل لها أسبابا كثيرة. هذا كالإنسان الكريم ولله المثل الأعلى الذي له بيت الضيافة يكرم فيها الأضياف، يقول لهم: هذا البيت له 5 أبواب، من أي باب دخلتم فقد
فقد يعني دخلت. الباب الخلفي، الباب الذي عن اليمين، الباب عن الشمال، ذاك الباب ادخلوا من أي باب شئتم. هذا دليل الكرم ودليل الجود. والعرب معشر الأحبة في الله في القديم كانت متصفة بالكرم، ومن كرمها أنها كانت لا تخصص بابا للضيف، لا تخصص بابا خشية أن تشق عليه. والمقصود معشر الأحبة في الله أن الله تعالى الحليم الكريم المنان جعل للجنة أبوابا كثيرة، منها طلب العلم الشرعي، قل هذا العلم أو كثر، قل هذا العلم أو كثر. إذا معشر الأحبة في الله، من أراد أن يسلك طريقا من طرق الجنة وهو طريق سهل، طريق ميسور، فليطلب العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي يدعو إلى العمل الصالح، ولأن العلم الشرعي يصحح لك العمل الذي تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. أنتقل بكم معشر الأحبة في الله إلى الحديث التالي، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. والحديث رواه مسلم. هذا الحديث أيضا يدل على فضل العلم من حيث التسبب في نشر العلم في الناس. فالذي ينشر العلم في الناس، الذي ينشر العلم في الناس له أجر التعلم وأجر التعليم، له أجر التعلم وله أجر التعليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى، من دعا إلى هدى. إذن العلم الذي ندعو الناس إليه هو العلم الذي يهتدون به، لا العلم الذي يضلون به، لا العلم الذي يضلون به. ولهذا هناك دعاة هداية وهناك دعاة ضلالة، هناك دعاة إلى الجنة وهناك دعاة إلى النار، هناك دعاة إلى الله وهناك دعاة إلى الشيطان. وفي القرآن الكريم ربنا عز وجل يذكر عن الأئمة أنهم ينقسمون إلى قسمين: وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. فالواجب على المسلم أن يكون داعية هدى. كيف يكون داعية هدى؟ أن يعلم الناس العلم الشرعي الذي تعلمه، وبقدر ما يعلم الناس العلم الشرعي بقدر ما يكون داعية هدى، وبالتالي يؤجر بحسب ما يتسبب فيه أو به من هداية الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى، إلى هدى أي إلى العلم الشرعي، إلى الكتاب والسنة، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. ما شاء الله، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. مثال: إذا علمت الناس آية من كتاب الله فقد علمتهم الهدى، ولا ما علمتمش الهدى؟ القرآن وصفه الله بأنه هدى، هذا بيان للناس وهدى. إذا من علم الناس آية من كتاب الله فله أجر تعلمها وأجر تعليمها، والذي يقرأها ويرتلها يؤجر معه، يؤجر معه. وقد وقفت على حديث في السلسلة الصحيحة يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من علم آية من كتاب الله عز وجل كان له ثوابها ما تليت، كان له ثوابها ما تليت. هذه آية برك من كتاب الله تعلمها للناس، فكلما تليت أجرت على تلاوتها، أجرت على تلاوتها. أحد العلماء وهو إن لم تخني ذاكرتي أبو المعالي الجويني، أبو المعالي الجويني عالم، ولكن زلت قدمه لما تعلم الكلام ولم يتعلم عقيدة السلف. قال في كلمة مشهورة، قال: لقد خضت البحر الخضم، أي علم الفلسفة والكلام، وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخضت في الذي نهوني عنه، علم الفلسفة والكلام والمنطق. قال: والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، فالويل لابن الجويني. قال: وها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. عجائز نيسابور كانوا على الفطرة، واضح؟ كانوا على الفطرة، كانوا يوحدون الله عز وجل التوحيد الصافي،
لأن توحيدهم لم يخالطه علم الكلام ولا الفلسفة ولا المنطق. والمقصود أن الإنسان إذا علم الناس ولو علم الشيوخ والعجائز الأشياء البسيطة فإنه سينفع وينتفع. قلت يا إخوان، يعني أبو المعالي الجويني قالها كلمة، وأنا كنت أريد عالما آخر وهو الخليل ابن أحمد الفراهيدي إن لم تخني ذاكرة. لما توفاه الله سبحانه وتعالى رآه أحد إخواني في الله، قال: ما صنع الله بك؟ قال: لقد غفر لي بصورة الفاتحة التي كنت أعلمها العجائز. صورة الفاتحة، صورة الحمد التي كان يعلمها العجائز، يعني العجائز اللي ما فيش يقرأوا وما فيش يكتبوا، كان يقول: مروح نعلمكم الفاتحة التي لا تصح الصلاة إلا بها. والخليل بن أحمد من هو يا إخوان؟ هو البحر في اللغة العربية، لا تكدره الدلاء، بحر لا ساحل له. حتى قال لابن أخيه وقد سأله عن كلمة في اللغة العربية قال له: لا أعرفها. فنظر إليه ابن أخيه قال: يا عم أنت الخليل ابن أحمد لا تعرف هذه الكلمة؟ شو وش قال له؟ قالوا: يا ابن أخي، كل كلمة لا يعرفها عمك فليست عربية. الله أكبر، كل كلمة لا يعرفها عمك فليست عربية. نعم، الرجل يحفظ كلام العرب، يحفظ متن اللغة العربية. فالمقصود يا إخوان، هذا العالم مع تبحره يشوف أحد الإخوة في الله تعالى في رؤيا، قالوا: ما صنع بك ربك؟ قالوا: هولك اغفر لي. بصح بماذا؟ بصورة الفاتحة التي كنت أعلمها العجائز. قال صلى الله عليه وسلم: من علم آية من كتاب الله عز وجل كان له ثوابها ما تليت، له ثوابه ما تليت. الآن كي يتعلم الناس التوحيد أصل هذا الدين، وكي يتعلم الناس السنة، وكي يتعلم الناس كيفية الصلاة، كيفية الوضوء، كيفية الاغتسال، كيفية التيمم، كيفية الصوم، كيفية الحج، كيفية العمرة، كيفية العبادات، ايش راح يكون عندك من الأجر؟ سيكون لك من الأجر بقدر ما قام الناس بهذا العلم الذي علمتهم إياه. ثم قد يقول قائل منكم: أنا أؤجر على تعليم الناس، وهل يؤجرونهم بتطبيق هذا العلم؟ نعم، ولا ينقص أنت من أجرك شيء، ولا ينقص أيضا هم من أجرهم شيء. فهم يؤجرون على تطبيق ما علمتهم، وأنت تؤجر على تعليمك ما علمتهم. فأنت تؤجر على التعليم وهم يؤجرون على تطبيق ما علمتهم، على العمل بما علمتهم. قال صلى الله عليه وسلم وهو يجيب عن هذا السؤال، قال: كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الحديث له تتمة، وهذه التتمة أشير إليها فقط لكي أحذر نفسي وإياكم من التسبب في نشر العلم الفاسد، في نشر العلم الكاسد. قال صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلالة والعياذ بالله كان له من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فالإنسان الذي يدعو إلى ضلالة والعياذ بالله يؤثم ولا لا يؤثم؟ يؤثم، يوزر على هذه الضلالة التي علمها. وإذا تبعه الناس فإنهم أيضا يؤثمون على العمل بهذه الضلالة، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكل يحاسب بعمله، كما قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. معشر الأحبة في الله، أنتقل بكم إلى الحديث التالي، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والحديث رواه مسلم في الصحيح. هذا الحديث أيضا من جملة الأحاديث التي تدل على فضل العلم، من حيث أن من علم الناس فإن علمه يبقى آثاره بعد وفاته. من علم الناس فإن علمه يبقى أثاره بعد وفاته، أي يجري عليه بالأجر والثواب بعد وفاته.
والإنسان إذا مات انقطع عمله، أي الذي كان يباشره هو بنفسه. هذا الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله الذي كان يباشره هو بنفسه. ولكن هناك أعمال إذا قام بها في الدنيا وبقي أثرها بعد وفاته فإن أجرها يبقى ما بقي أثرها. قال صلى الله عليه وسلم: إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية. وسنذكر بعض الصدقات الجاريات في حديث سأتلوه عليكم بعد حين. ولا بأس بالتمثيل. من الصدقات الجارية الوقف، أن يوقف الإنسان أرضا لكي يبنى عليها مسجد، هذا وقف لله. أن يوقف الإنسان مصحفا لكي يقرأ الناس منه، أن يوقف الإنسان كتابا لكي ينتفع الناس بقراءته، وقيسوا على ذلكم. أو علم ينتفع به، هذا هو الشاهد. العلم الذي ينتفع به إما أن تعلم رجالا أمثالكم العلم النافع فيكونون منارات للناس، ويكونون دعاة للناس، ويكونون هداة للناس، هذا من الصدقات الجارية. وإما أن تصنف وأن تكتب كتبا تتركها بعد وفاتك. والكتب كما قال ابن الجوزي رحمة الله عليه: أبناء العلماء الخالدة. الكتب هي أبناء العلماء الخالدة، يعني أبناؤك يموتون وربما ينقرض نسلك، ولكن الكتب تبقى. شوفوا يا إخوان، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا العالم الجليل، هذا العالم الذي توفي سنة 728 من الهجرة، مع أنه ابتلي بمصائب كثيرة، منها السجن، ومنها وجود الحساد الذين كانوا يحسدونه على ما أتاه الله سبحانه وتعالى من فضله، ومنها أيضا تعبه ونصبه في التعلم والتعليم والتحقيق والمناظرة والرد على أهل البدع والشبهات وغيرهم، ومنها أسفاره رحمة الله عليه التي انتقل بها من بلدة إلى بلدة. شيخ الإسلام رحمة الله عليه، هذا العالم الجليل الذي توفاه الله تعالى كما قلت في سنة 728 من الهجرة، أعداؤه راحوا يسعون في إفساد كتبه وفي إخفائها، ولكن أبى الله إلا أن يتم نوره. فكتب شيخ الإسلام رحمة الله عليه كما عددها بعض أهل العلم تتجاوز يا إخوان أو تقارب 600 كتاب، ما بين كتاب يعني بسيط وما بين كتاب فيه مجلدات، والكثير منها وجد وهو مطبوع، ومنها ما حقق والناس ينتفعون به. شيخ الإسلام مات ولم يتزوج، هذا الذي أردت أن أذكره لكم. شيخ الإسلام مات أعزب، عمره 68 سنة، وقد اشتعل رأسه شيء كما يقول الحافظ ابن كثير، وقد رآه وقد مات رحمة الله عليه في سجن القلعة. قال: فلما كشفنا عن رأسه وجدناه قد اشتعل شيبة ليس فيه شعرة سوداء، رحمة الله عليه. هذا العالم الذي مات وقد اشتعل رأسه شيبة وليس في شعره شعرة يعني سوداء، لم يتزوج، وبالتالي لم يخلف أبناء، ولكن ماذا خلف كتبا لا يزال العلماء الفحول الكبار المحققون يستفيدون منها إلى يوم الناس هذا، ويشهدون له رحمة الله عليه بالعلم والتحقيق والتدقيق في كل فن من فنون العلم. حتى إنه قال عنه العالم المتبحر ابن دقيق العيد: قد رأيت رجلا العلوم كلها بين، يأخذ منها ما شاء ويترك منها ما شاء. وقال عنه غيره، قال: إذا تكلم في علم التفسير قلت لا يحسن إلا التفسير، وإذا تكلم في علم الفقه قلت لا يحسن إلا الفقه، وإذا تكلم في قلت لا يحسن إلا الحديث. رجل متبحر رحمة الله عليه، مات ولم يتزوج ولم يخلف بالتالي أولادا، ولكن خلف أولادا من نوع آخر، وهم الكتب النافعة التي ينتفع بها الناس. إذن هذه صدقة جارية، وهذا علم ينتفع به. قال عليه الصلاة والسلام: أو ولد صالح يدعو له أي بالخير، من ذلكم الاغفار كما جاء في رواية أخرى: أو ولد صالح يستغفر له، والحديث رواه مسلم. معشر الأحبة في الله، قوله صلى الله عليه وسلم: إلا من ثلاث، هذا عدد لا مفهوم له. عند علماء الأصول يقولون يعني العدد لا مفهوم له، أو مفهوم العدد ضعيف، ولهذا هناك حديث فيها ذكر أعمال أخرى يؤجر عليها الإنسان إذا مات لبقاء أثرها طيب.
سأقرأ عليكم حديثا في صحيح الجامع الصغير للشيخ الألباني رحمة الله عليه، رواه البزار في المسند عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم: 7 يجري للعبد أجرها بعد موته وهو في قبره من علم علما، وهذا هو الشيء، من علم علما سواء بتكوين رجال أمثالكم أو بتصنيف كتب نافعة، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا أي أوقف مصحفا، أو ورث مصحفا أيضا تحمل على أنه توفي وترك في البيت مصحفا ورثه ورثته، وهذا المصحف إما أنه اشتراه وإما أنه كتبه بيده. وسلفنا الصالح رضي الله عنه كانوا يكتبون المصاحف بأيديهم، وكانوا يوقفونها في المساجد وفي المكتبات العامة. أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. وفي رواية عند ابن ماجه رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ذكر أيضا أشياء منها ما ذكر وفيها زيادات، قال: علما نشره، يعني هذا هو الشاهد، علما نشره، أو بيتا لابن السبيل بناها. ونحن في هذا العصر معشر الأحبة في الله لا نجد بيوت السبيل. أين هي بيوت السبيل التي كان يبنيها أسلافنا رحمة الله عليه؟ سألني بعض الإخوة مؤخرا عن سؤال والله فرحت به. قال لي: عندنا في البلد في جنوب الجزائر في واد سوف جماعة الأثرياء من الأغنياء أرادوا أن يقوموا بمشروع. هذا المشروع هو بناء بيت سبيل في الجزائر العاصمة. يشترون قطعة أرض ويبنون فيها بيتا كبيرا فيه غرف وفيه المرافق، ويشترون أيضا سيارة إسعاف. هذه سيارة الإسعاف تكون في وادي سوف، فإذا احتاج أحد واد سوف علاج مريض في الجزائر العاصمة يأخذه على متن هذه السيارة، وإذا احتاج إلى المكث في العاصمة يأتي بيت السبيل الذي يبنيه هؤلاء، ولا يقع في الحرج الذي يقع فيه المسلمون والمسلمات في المستشفيات رجالا ونساء يبيتون في الطرقات كما هو معروف وكما هو حاصل. ولكن سألني عن دفع يعني الزكاة في هذا المشروع، يعني هل يجوز أن يدفع هؤلاء الأثرياء من زكاة أموالهم في هذا المشروع؟ واضح الكلام. يعني أجبته بأنه لا يجوز أن يدفعوا من أموال زكواتهم في هذا المشروع، لأن الله عز وجل بين أن الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها إلى آخره. والمشاريع الخيرية هذه وإن كانت تدخل في معنى وفي سبيل الله، ولكن بعض أهل العلم يحددها بالحج أو الجهاد في سبيل الله أو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ونصحته بأن يجمع هؤلاء الأثرياء من رؤوس أموالهم ما يبنون به هذا البيت وما يشترون به هذه السيارة حتى يعني يتحقق هذا المشروع الطيب، ولعلهم يكونون قدوة لغيرهم. والمؤمنون والمؤمنات فيهم خير الحمد لله، إذا ذكروا تذكروا. ونحن يا إخوان في هذا الزمان نحتاج إلى من يذكرنا ويوجهنا إلى أبواب الخير، فأبواب الخير كثيرة جدا، ولكن نحن غافلون عنها. متى نتذكرها؟ إذا ذكرنا أهل الخير بها. قلت معشر الأحبة في الله، إذا قوله صلى الله عليه وسلم إلى من 3 يعني جاء عددا ولا مفهوم للعدد، إذ إن هناك أبوابا أخرى يؤجر عليها الإنسان بعد وفاته. معشر الأحبة في الله، أنتقل بكم إلى الحديث التالي، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما أو متعلما. والحديث رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال النووي رحمه الله: قوله وما والاه أي طاعة الله، إلا ذكر الله وما والاه، إلا ذكر الله وطاعة الله سبحانه وتعالى. قال الشراح: الدنيا ملعونة أي مبعدة. الدنيا
نقول فلان ملعون أي مبعد عن رحمة الله. الدنيا ملعونة أي مبعدة أو بعيد. ملعون ما فيها طبعا كاين إشكال. الدنيا يا إخوان فيها الأنبياء وفيها الرسل وفيها العلماء وفيها الصالحون وفيها الصحابة وفيها يعني المؤمنون وفيها المساجد، فيها المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى ولا لا؟ إذن الدنيا هذه ما المقصود بها؟ قال العلماء المقصود بها ما أبعد عن الله. الدنيا ملعونة أي الدنيا التي تبعد عن الله ملعون ما فيها أيضا مما يبعد عن الله. أما الذي يقرب من الله فليس بمقصود. الأنبياء والرسل والعلماء والصحابة والمساجد والقرآن، القرآن موجود في الدنيا صح؟ يعني هذا كله لا يدخل، وإنما الذي يدخل هو الذي يبعد عن الله، الذي يبعدك عن طاعة الله تبارك وتعالى، فهذا كله ملعون إلا ذكر الله عز وجل، إلا ذكر الله، ولا ذكر الله أكبر. ومن ذكر الله القرآن، تلاوته من ذكر الله، ولهذا سمى الله تعالى القرآن ذكر، وقال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وما والاه أي طاعة الله كالصلاة والزكاة والصيام والحج وطلب العلم، فهذا كله من الدنيا التي تقرب من الله، فليست إذن ملعون، ليست ملعون. إلا ذكر الله فهو قريب ليس بملعون، وما والاه أي طاعة الله فهي قريبة ليست بملعون. وعالما هذا قريب من الله وليس بملعون، أو متعلما أمثالنا فنرجو أن نكون قريبين من الله ليسنا بمطرودين عنه سبحانه وتعالى. إذن حديث فيه دليل على فضل العالم وعلى فضل المتعلم، وقد جمع بينهما فضل العلم. فالعالم ما كان له هذه المنزلة إلا لأنه حصل العلم، والمتعلم ما نال هذه المنزلة إلا لأنه سعى أيضا في طلب العلم. إذن معشر الأحبة في الله، من أفضل ما يشتغل به المؤمن طلب العلم، لأن طلب العلم يقربك من الله، أي يقربك من طاعته ومن ذكره سبحانه وتعالى ومن رحمته الخاصة جل وعلا. الحديث التالي هو حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع. والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث معشر الأحبة في الله يقارن فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين من خرج في طلب العلم وبين من خرج يجاهد في سبيل الله. قال: من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع، أي كان كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع. وكنت قد أشرت في مقدمة هذا الباب أو هذا الكتاب إلى المفاضلة بين العلم والجهاد في سبيل الله، وبينت لكم أن العلم أفضل من الجهاد، لأن الجهاد لا يكون صحيحا ولا يكون موافقا للشرع إلا بعلم. ولهذا ربي سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. كيف نتبين؟ بالعلم الشرعي. والمقصود معشر الأحبة في الله أن أجر طالب العلم كأجر المجاهد في سبيل الله، بل يفوق أجر المجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. ووجه الشبه بين من يخرج في طلب العلم وبين من يخرج في الجهاد في سبيل الله هو المشقة والتعب والنصب. فطلب العلم فيه مشقة، فيه تعب، فيه نصب. يقول يحيى بن أبي كثير، وهذا القول ذكره الإمام مسلم رحمة الله عليه في مقدمة الصحيح. قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: لا يستطاع العلم براحة الجسد. وقال بعض المحدثين: لا يصبر على الحديث إلا دوده. قال: لا يصبر على الخل إلا دوده. قال الذهبي: أي لا يصبر على الحديث إلا أهله. الخل يا إخوان كي نهار يقدام وكذا ينشأ فيه واحد الدود،
هو خل. كيفاش ينشأ فيه هذا الدود؟ الدود عنده صبر، ينشأ في الخل، عجيبة. فقال يعني الحافظ الذهبي وهو يشرح كلمة هذا المحدث كما في تذكرة الحفاظ، قال أي لا يصبر على الحديث إلى أهله. وصح، طلب علم الحديث صعب جدا، صعب جدا. ومن صعوبته أنك تطلب علما لا يعرفه إلا القليل من الناس. يعني العالم بالحديث ينفع الناس غريب، حتى إنه إذا أراد أن يبث هذا العلم لا يجد من يسمع له إلا القليل من الناس، إلا القليل يعني من الناس. فإذا مثلا أنت جلست تقول الناس تعالوا أعلمكم أقسام الحديث. الحديث 3 أقسام، مثالا مرفوع وموقوف ومقطوع. شكون راح يسمع لك؟ يقول لك ايش بها هذا مرفوع ومقطوع وكذا؟ هدرنا حاجة واضحة، خلينا من هذا الكلام. نعم معليش. شروط الحديث الصحيح وهي 5. قال البيقوني رحمه الله، واش قال البيقوني رحمه الله؟ أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، زيدوا معتمد في ضبطه ونقله. وش تتكلم؟ احنا نحس على كلام بسيط سهل. لهذا العالم بالحديث غريب، كغربة الحديث وكغربة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الحديث. إذن يا إخوان طالب علم الحديث فيه صبر ومصابرة ومرابطة وتقوى الله عز وجل حتى يصل الإنسان إلى الفلاح. والمقصود معشر الأحبة في الله أن طالب العلم فيه يعني مجاهدة، وفيه صبر ومصابرة وتعب ونصب كالجهاد في سبيل الله. قال تعالى كتب عليكم القتال وهو محبوب لكم كره لكم، لما فيه من المخاوف والمخاطر وغير ذلك. ولكن عليكم السلام، من حيث الأثر العلم أفضل من الجهاد. من حيث الأثر العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. إذن الطالب العلم مجاهد في سبيل الله سبحانه. الطالب العلم مجاهد في سبيل الله، فإذا خرج مثلا من بلدته يريد طلب العلم في بلدة أخرى فهو في سبيل الله تعالى حتى يرجع إلى بلدته. وإذا خرج من بيته يريد طلب العلم في مسجد من المساجد فهو في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. وقيسوا على ذلكم، وقيسوا على ذلكم. أنتقل بكم إلى الحديث التالي، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث ضعيف لا يصح، وقد ضعفه العلامة الألباني رحمة الله عليه. والحديث الأول في موضع من مؤلفات الشيخ ضعفه، في موضع كصحيح الترغيب حسنه، ولهذا ذكرته لكم. أما حديث أبي سعيد فهو حديث ضعيف، ونحن نستغني عنه بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحاديث، وقد ذكرنا والحمد لله منها شيئا طيبا مباركا. أنتقل بكم إلى حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. كفضلي أنا، يقول النبي عليه السلام كفضلي أنا، أي كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلمي الناس الخير، أو على معلمي الناس الخير. والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن. انظروا معشر الأحبة في الله إلى فضل العلم وإلى فضل العلماء. هذا الحديث يتحدث عن فضل العلم وعن فضل العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد. قال الشراح فضل العالم الذي يقوم بالفرائض ولا يتفرغ للنوافل بسبب اشتغاله بالعلم. واضح؟ فضل العالم الذي يأتي بالفرائض ولا يأتي بالنوافل بسبب اشتغاله بالعلم، فضله على العابد الذي هو متفرغ لعبادة الله ولم يطلب العلم إلا بقدر ما يعبد الله سبحانه وتعالى. فضل هذا العالم الذي ذكرت لكم وصفه على العابد الذي ذكرت لكم وصفه كفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أدنى إنسان مسلم من هذه الأمة. طبعا فرق كبير ولا لا؟
شوفوا النبي عليه السلام خير البشر وأدنى إنسان مسلم في هذه الأمة، بينهما من البون الشاسع الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إذن فضل العالم على العابد فضل كبير، فرق واسع وبون شاسع. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت أي الأسماك لا يصلون على معلمي الناس الخير، وهم العلماء والدعاة إلى رب الأرض والسماء، بل كل من علم الناس الخير فهو يدخل إن شاء الله تعالى بفضل الله وبكرمه وجوده في هذا الوعد المبارك. إن الله وملائكته وأهل السماوات، أهل السماوات من هم؟ هم الملائكة والأرض وهم المؤمنون من عباد الله تعالى، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت أي الأسماك في البحار لا يصلون صلاة الله عز وجل غير صلاة الملائكة. صلاة الله هي ماذا؟ هي ثناؤه عز وجل على عبده، وصلاة الملائكة هي دعاؤها للمؤمن. وصلاة النملة وصلاة الحوت الأسماك هي أيضا دعاؤها وأيضا واستغفارها، كما سيأتي في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: وإن العالم لا يستغفر لمن في السماوات وما في الأرض حتى الحيتان في الماء. قال العلماء: هذه النملة تدعو لهذا العالم ولهذا الذي يعلم الناس الخير دعاء حقيقيا، ولكن لا يعلمه إلا الله، لا يعلم كيفيته إلا الله. كذلكم الحوت يعني الأسماك تدعو لهذا العالم ولمعلم الناس الخير، تدعو له حقيقة، ولكن الله أعلم بكيفية ذلكم. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تعرفون كيفية تسبيحهم. والله تعالى ذكر عن بعض الجمادات أنها تسجد له، قال سبحانه: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض زيدوا والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. هنا كاين فائدة في التفسير. أنا في التفسير نحب نذكر الفوائد، لأن فوائد التفسير يعني تدل على عظمة هذا القرآن. شوفوا قال السماوات والأرض والجبال والشجر والدواب، كي الحق للناس قال وكثير من الناس، مش كلهم يسجدوا لله، وكثير، ما قالش أكثر. وفرق ما بين الكثير والأكثر. نعطيكم مثال. عندكم 100 شخص، 40 يسجدوا لله، كثير ولا لا؟ كثير. و60 يسجدوا لله، أكثر. إذن كثير موش بمعنى أكثر. كثير معناتها عدد كثير بصح لا يصل إلى الأكثر، يعني لا يتجاوز النصف، صح؟ ربي قال وكثير معناتها أكثر الناس لا يسجدون، أكثر الناس لا يسجدون لله عز وجل. بصح شوفوا جمادات تسجد لله، الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، حتى الحيوانات سبحان الله. كي تلحق للإنسان اللي ربي كرمه بالعقل ما يسجدش لله، أكثرهم لا يسجدون لله تعالى، وإنما يسجدون لغيره. وهذا الغير إما أن يكون صنما، وإما أن يكون هوى، أو أن يكون إنسانا، أو غير يعني هؤلاء. سبحان الله. والمقصود أن الجمادات هاي جمادات وتسجد لله. إذن معشر الأحبة في الله، لا يبعد أن تكون هذه النملة تدعو لهذا العالم ولمعلم الناس الخير، لا يبعد هذا، كما لا يبعد أن تدعو الحيتان الأسماك لهذا العالم أو لمعلم الناس الخير. والحديث معشر الأحبة في الله يحمل على ظاهره، أما الكيفية فالله أعلم بحقيقتها، ولكن لا تفقهون تسبيحها. إذن معشر الأحبة في الله، انظروا إلى فضل العلم والعلماء ومعلمي الناس الخير. سبحان الله. يعني فضلهم في هذا الحديث من جانبين. الجانب الأول
أن العلماء أفضل من العباد، لأن العابد ينفع نفسه، والعالم ينفع نفسه وينفع غيره، والنفع المتعدي أفضل باتفاق من النفع القاصر. صح؟ الجانب الثاني الذي يدل على فضل العلم والعلماء أن العالم والذي يعلم الناس الخير، أي الذي يعلم الناس العلم النافع، يصلي عليه رب العالمين، وتصلي عليه الملائكة وأهل السماوات وأهل الأرض، حتى النملة في جحرها والحوت في البحار، يصلون على هذا الرجل الطيب وهذا الإنسان الكريم الذي تعلم العلم النافع وعلمه في الناس. أنتقل بكم معشر الأحبة في الله إلى الحديث التالي، وهو حديث عظيم أيضا يدل على فضل العلم والعلماء وتعليم الناس الخير. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والحديث رواه أبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح. معشر الأحبة في الله، هذا الحديث كنا قد شرحنا ما يشبهه في حديث مسلم الذي قلت في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في الصحيح: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. إذن العلم الشرعي من أسباب دخول الجنة، من حيث أن العلم الشرعي يدعو إلى العمل الصالح، ومن حيث أن العلم الشرعي يصحح لك العمل الذي تريد أن تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم. قال بعض أهل العلم هذه خاصية لطالب العلم، أنه إذا خرج يطلب العلم لوجه الله سبحانه، يطلب العلم الشرعي، العلم النافع، فإن الملائكة تضع أجنحتها رضاء لصنيعه، رضاء لعمله. قال بعض أهل العلم المقصود أن الملائكة التي جعل الله عز وجل لها أجنحة تنتقل بها، إذا رأى طالب علم يسلك طريقا في طلب العلم الشرعي تنزل إليه وتضع أجنحتها عليه رضاء لما يصنع، إذن فهذه بشرى لابد أن يوقن بها كل طالب علم يطلب العلم الشرعي لوجه الله تبارك وتعالى، أن الملائكة مع شرفها كما قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. هؤلاء الأخيار الأطهار الملائكة الأبرار جعلهم الله سبحانه وتعالى ينزلون إليك ويتواضعون إليك ويضعون أجنحتهم عليك رضاء لما تصنع وهو طلب العلم النافع. إذن هذه بشرى لطالب العلم الشرعي الذي يطلبه لوجه الله تبارك وتعالى. ثم يا إخوان سأذكر لكم نكتة عندما أشرح لكم الشطر الثاني. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. العالم اختص بهذه الفضيلة أنه يستغفر له من في السماوات من الملائكة، لأن الملائكة عمار السماء، ومن في الأرض وهم المؤمنون من عباد الله تعالى، حتى الحيتان في الماء، يعني الأسماك تستغفر له. طالب العلم تضع الملائكة أجنحتها عليه رضا لما يصنع،
والعالم الذي طلب العلم خلاص أفنى عمره وبلغ درجة العالم، ميزه الله سبحانه وتعالى بميزة أخرى. وشنو هي؟ أن الملائكة والمؤمنين حتى الحيتان في البحر تستغفر له، أي تقول اللهم اغفر له، اللهم اغفر له. لماذا خص العالم بأن جعله من يستغفر له؟ ولماذا خص طالب العلم بأن الملائكة تضع أجنحته؟ في رأيكم النكتة فيما يلي: طالب العلم وهو في طالب العلم يجد المصاعب، لا يستطاع العلم براحة الجسد. سخر الله له هذه الملائكة تضع أجنحتها عليه رضا بما يصنع حتى يثبت في طريق العلم، حتى يثبت في طريق العلم ويواصل، لأن طريق العلم طويل ويحتاج إلى مشقة ويحتاج إلى جهد، إذن لابد من تثبيته على هذا الطريق. طيب، فتأتي الملائكة فتضع أجنحتها عليه حتى تثبته على السير قدما في هذا الطريق المبارك. أما العالم الذي قطع هذه الطريق والحمد لله بخير ونال من فضل وضع الملائكة أجنحتها عليه، الآن هو يحتاج إلى الاستغفار حتى يسدده الله تعالى فيما يقول وفيما يفتي وفيما يعمل، لأنه قدوة، صار قدوة بقوله وبعمله وبحاله. فالعالم تأخذ منه من قوله ومن عمله ومن حاله، كما قالت أم مالك رضي الله عنها، أو قلت يعني رحمة الله عليها وعلى ابنها، قالت: اذهب إلى ربيعة الرأي، إلى ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، واجلس إليه وخذ من أخلاقه قبل أن تأخذ من علمه، وخذ من أخلاقه قبل أن تأخذ من علمه. والإمام أحمد رحمة الله عليه كان يجلس في مجلسه 10,000 أكثرهم جاءوا من أجل أن يأخذوا من سمته رحمة الله عليه، ما جاءوا لكي يأخذوا الحديث، لأنهم لم يصلوا إلى درجة يعني طالب علم الحديث، لأن علم الحديث كما قلت لكم يحتاج إلى صبر كبير، لا يصبر على الخل إلا دوده، قال الذهبي: أي لا يصبر على الحديث إلا أهله. ولكن كانوا يأتون من أجل أن يأخذوا من سمت الإمام أحمد رحمه الله. فالإمام أحمد رحمة الله عليه كان سنة تمشي فوق الأرض، سنة تمشي فوق الأرض رحمة الله عليه، فكانوا يأخذون من قوله ومن عمله ومن سمته من حاله رحمة الله عليه. قلت يا إخواني، العالم خصه الله تعالى في هذا الحديث بالاستغفار، لأنه يحتاج إلى الصواب في قوله وفي عمله وفي حاله. قد يقول قائل منكم: من أين لك هذا المعنى؟ أخذناه من كتاب الله. قال عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيم. كملوا الآية: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. يقول الشيخ العثيمين في شرح رياض الصالحين: قال: أمر الله نبيه شكون؟ سيد الخلق عليه الصلاة والسلام أن يستغفر الله بعدما علمه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، ماشي برأيك، بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله أي داوم على الاستغفار حتى تثبت على هذا العلم النافع، وحتى تقول به وتعمل به وتكون حالك موافقة له. ولهذا كان سلفنا كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله، كان سلفنا قبل أن يفتوا يكثرون من الاستغفار. وممن كان يسلك هذا المسلك من علمائنا المعاصرين وهو بقية من بقايا السلف الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه. يذكر طلابه القريبون منه أنه كان يلهج لسانه ولا يتوقف عن الاستغفار، كان ربما يستغفر الألوف من المرات في اليوم، فكان يأتيه السائل وهو يستغفر ويسأله وهو يستغفر، فإذا انقطع السائل عن السؤال أجابه، ثم إذا توقف عن الجواب وقال مثلا يعني هذا هو الجواب والله تعالى أعلم، يرجع إلى الاستغفار: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ثم يسأله السائل وهو يستمع، لسانه يلهج خلاص، يعني صار يعني الاستغفار في لسانه يعني كالنفس بالنسبة إلينا.
والمقصود معشر الأحبة في الله أن الله خص العلماء بالاستغفار حتى يسددهم، حتى يصوبهم في القول والعمل والحال، لأنهم قدوة يقتدى بهم. وسيأتي تحقيق أنهم قدوة في الشطر التالي من الحديث: وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات وما في الأرض حتى الحيتان في الماء. وأنا أحضر لكم معشر الأحبة في الله هذا الدرس جاءتني فكرة، قلت سبحان الله، هل تكون الأسماك أفضل منا؟ الأسماك تستغفر للعلماء ونحن نسب العلماء، نشتم العلماء، نسيء إلى العلماء. قلت إذن هل تكون الحيتان أفضل منا؟ هل تكون النملة أفضل منا؟ لما قالت في حق سليمان، وسليمان نبي وهو عالم، لأن الأنبياء علماء: لا أدخلوا مساكنهم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، لأنه عالم. العلماء لا يتعدون لا يظلمون. قالت في العلماء خير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها، حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت لا يصلون أي لا يدعون. إذن النمل تدعو للعالم والأسماك تدعو للعالم، ونحن نسب العلماء ونسيء الظن بهم ونقول علماء الحيض والنفاس، علماء البلاغ، علماء الدرهم والدينار، أو ربما نرميهم بالبوائق والعياذ بالله ونحكم عليهم بما هم منهم براء. ألا نتقي الله عز وجل في أنفسنا فنعظم العلماء ونقتدي بهذه النملة ونقتدي بهذا الحوت الذي يعظم الله سبحانه وتعالى باستغفاره ودعائه للعلماء. فنرجو من الله تعالى أن يجعل هذه النملة وهذا الحوت موعظة لنا، فنعظم العلماء كما عظمهم الله وعظمتهم الملائكة وعظمهم الرسل والأنبياء وعظمتهم حتى هذه الحيوانات كالنملة والحوت. معشر الأحبة بالله، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. في الحديث السابق أن فضل العالم على العابد كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على آخر مسلم من هذه الأمة. وهنا قال: وفضل العالم على العابد، أي العالم الذي يقوم بالفرائض ولكن لا يأتي بالنوافل لأنه يشتغل بالعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العلم خير من فضل العبادة. فضل العلم خير من فضل العبادة، يعني النافل. فضله زائد على فضل العابد الذي يشتغل بالنوافل ويطلب العلم اليسير الذي يعبد الله تعالى به فقط على بصر. قال: كفضل القمر على سائر الكواكب، على سائر النجوم. النجوم تضيء لنفسها، أما القمر فهو يضيء للناس. هل تضيء النجوم يعني للناس؟ لا، إن الذي يضيء للناس هو القمر. فإذا نفع القمر متعدي كالعالم، نفعه متعدي، يتعلم ثم يعمل ثم يعلم. إذن هو كالقمر الذي استنار من نور الشمس ثم بث نوره في الناس، فهم به يهتدون ويقتدون. أما النجوم هذه فهي تضيء لنفسها، فهي تضيء يعني لنفسها كالعابد الذي ينفع نفسه بالعباد ولا يتعدى نفعه إلى غيره. وهذا تمثيل عجيب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر علماء نكتة عجيبة غريبة تدل على ثاقب فهم العلماء. قالوا: لماذا لم يقل وفضل العالم على العابد كفضل الشمس؟ يعني الشمس أفضل من القمر ولا لا؟ أفضل من القمر. وإنما قال القمر، لأن القمر ضوءه ليس من نفسه وإنما أخذه من الشمس. كذلك العالم من أين جاء بهذا العلم الذي يضيء به الناس؟ أخذه من الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الشمس يا إخوان، هو الشمس التي سطعت للناس بنورها الذي ملأ البسيطة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، قال: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وفي الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيه فقط، فهو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام، وغيره يقاس عليه، فهو مرآة لكل قدوة بعده.
عليه الصلاة والسلام. إذن شوفوا يا إخوان، العالم كالقمر، لأن نوره وهو العلم لم يأخذه من نفسه، وإنما أخذه من الشمس، وهنا الشمس رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء. اعرف قدر العلماء، إنهم ورثة الأنبياء. ورثوا الأنبياء لا في الدينار ولا في الدرهم، وإنما ورثوهم في العلم الذي أوحى الله تعالى به إليه، إنه علم الكتاب والسنة. قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء. وهنا فائدة أخرى، وهي أن العلم النبوة يتوارث. من أراد أن يأخذ العلم، علم النبي صلى الله عليه وسلم، فليأخذه عن ورثة الأنبياء، عن حملة علم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو الطريق الأصلي في طلب العلم، وهو أن تأخذه من أفواه الرجال، من أفواه أهله. إن العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. لماذا لم يورثوا دينارا ولا درهما؟ لأنهم لو ورثوا دينارا ودرهما لقال الناس إنما كانوا يدعون من أجل جمع المال حتى يتركوه لمن خلفه، وإنما ورثوا العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عاش مسكينا ومات مسكينا، وسأل الله تعالى أن يحشره في زمرة المساكين. وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ليس بتاركا. قال: إن معشر الأنبياء ما تركناه صدقة، يعني لا يأخذه الورثة، وهو السبب الذي أدى إلى الاختلاف بين فاطمة رضي الله عنها وبين الصديق رضي الله عنه. أرادت أن تأخذ شيئا مما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من نخيل خيبر، فأخبرها أن النبي عليه السلام قال: نحن إن معشر الأنبياء لا نرث لا نورث ما تركناه صدقة، أي لبيت مال المسلمين، لخزينة الدولة. نعم، يعني لا يجوز لورثة النبي عليه السلام أن يأخذوا شيئا من هذه الدنيا التي تركها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبعا الحكمة كما قلت حتى لا يقول الكفار والمنافقون والأعداء إن الأنبياء يورثون المال لمصلحة، أو قلت إن الأنبياء يدعون من أجل أن يجمعوا المال لكي يستفيد منه ورثتهم. قال: إن معشر الأنبياء، مش غير هو، هذه من خصائص الأنبياء والمرسلين، لا نورث ما تركناه صدقة، أي لبيت مال المسلمين. نعم، والمقصود معشر الأحبة في الله أن الأنبياء ما ورثوا هذه الدنيا الفانية الزائل، وإنما ورثوا شيئا ينفع في الدنيا والآخرة، وهو علم الكتاب والسنة. قال عليه الصلاة والسلام: وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أي أخذ بنصيب كبير، بنصيب دائم مستمر. يقول سفيان الثوري رحمة الله عليه: لا أعلم اليوم. سفيان الثوري من تابعين، يقول: لا أعلم يوما، أو لا أعلم اليوم شيئا أفضل من طلب العلم. قيل له: ليس لهم نية، الناس اليوم يطلبون العلم، يريدون الدنيا ويريدون كذا ويريدون كذا. قال رحمة الله عليه: طلبهم له نية، طلبهم له أي للعلم الشرعي، ما دام يطلب في العلم الشرعي هذا عنده نية. هذا النية إما راهي الآن أو أنها ستأتي، كما قال بعض أو كثير من السلف قالوا: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن لا يكون إلا لله. لأن العلم الشرعي يقودك إلى الإخلاص، ولو في البداية تطلبه من أجل كذا، ويقال عالم ويقال فاهم ويقال حافظ، بالصح العلم يبدأ يسددك، يصوبك حتى تخلص النية لله. طلبنا هذا العلم لغير الله من أجل المباهات والرياء وكذا، فأبى أن يكون إلا لله تبارك وتعالى. إذن هذا في عهد التابعين، يقول سفيان الثوري هذا الكلام، وإحنا وش نقوله اليوم؟ والله كلامه نحن بحاجة إليه الآن أكثر. قال رحمة الله عليه: لا أعلم اليوم شيئا أفضل من طلب العلم. هذا في عهد التابعين، يعني في عهد القرون المفضلة. قيل له: ليس لهم نية، قال: طلبهم له نية. إذا نحن أولى يا إخوان بأن
بأن يكون العلم أفضل مطلوب في هذا الزمان الذي كثر فيه الجهل وضرب أطنابه وانتشر في كل مكان إلا في الأماكن التي رحمها الله سبحانه وتعالى بعلم السلف، بعلم الكتاب والسنة. ويقول الحسن البصري رحمة الله عليه: من طلب العلم يريد به ما عند الله كان خيرا له مما طلعت عليه الشمس. من طلب العلم يريد به ما عند الله، يعني الأجر والمثوبة، كان خيرا له مما طلعت عليه الشمس. أنتقل بكم معشر الأحبة في الله إلى الحديث التالي، وحديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، ولكن سأقرأه عليكم بعد الآذان بإذن ربنا الرحمن. معشر الأحبة في الله، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع. فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. معشر الأحبة في الله، هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضل حفظ العلم، وأن الذي يروي العلم بحروفه أفضل من الذي يرويه بالمعنى وإن حافظ على معناه. ورواية الحديث بالمعنى هذه مسألة معشر الأحبة بالله يحتاج بسطها وبيانها إلى وقت، ولا أستطيع الآن أن أبسطها، ولكن أشير إلى ما أشرت إليه، وهو فضل حفظ العلم، وأن الذي يروي العلم بحروفه كالذي يروي الحديث بحروفه خير من الذي يرويه بالمعنى. والألفاظ كما تعلمون هي قوالب للمعاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا شيئا. نظر من النظارة وهي حسن الوجه. قال بعض العلماء: إنا لنرى هذه النظارة في علماء الحديث. إنا لنرى هذه النظارة، هذا الإشراق وهذا النور وهذا الحسن وهذا الجمال في علماء الحديث. وهذا شيء معشر الأحبة في الله لا يختلف فيه اثنان من أهل السنة والحديث. فأهل العلم بالحديث فيهم هذه النظارة، فيهم هذا الإشراق، فيهم هذا النور بدعوة النبي أو ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا دعاء. نظر الله امرأ سمع من شيء فبلغه كما سمعه، أي بلغ حروفه كما سمعه من غير زيادة ولا نقصان. وبعض العلم اقتصر على البلاغ بالمعنى، قالوا يجوز تبليغ الحديث بالمعنى بشرط أن لا يحرف المعنى، ولكن لا شك أن الذي يروي الحديث بحروفه أفضل وأكمل وأتم. قال صلى الله عليه وسلم: فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع. رب مبلغ هو الذي جاءه الحديث، يعني اسم مفعول. أوعى من سامع أي ممن سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: فيه دليل على أن الناس في العلم درجات، فمنهم من يحفظ الحديث ولا يفقه معناه، ومنهم من يبلغه الحديث ولم يسمعه من مصدره ولكنه يفقهه ويفهمه. إذن فيه إشارة، واسمعوا إلى هذه الفائدة، فيه إشارة إلى فضل بعض التابعين على بعض الصحابة في فهم الحديث. فيه إشارة إلى فهم بعض، قلت إلى فهم بعض التابعين، أو قلت إلى فضل بعض التابعين على بعض الصحابة من حيث فهم الحديث. فهناك من التابعين من كان أفهم للحديث من بعض الصحابة الذين رووا لنا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يخدش في مرتبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لأن الإنسان إذا فضل من وجه فهذا لا يقتضي أنه يفضل من كل وجه. واضح؟ قال العلماء: التفضيل لا يقتضي الأفضلية. التفضيل في وجه لا يقتضي الأفضلية من كل وجه. وأنا أعطيكم مثال. النبي صلى الله عليه وسلم قال في علي رضي الله عنه، هذا عند أهل السنة والجماعة: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذا المقالة لم يقولها النبي عليه الصلاة والسلام في أبي بكر الصديق، ولم يقولها في عمر. إذن علي من هذا الجهة أفضل ولا؟ علي من هذا الجهة أفضل.
ولكن في مجموع الفضائل أبو بكر أفضل، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. إذن قال العلماء الفضل من وجه لا يقتضي الأفضلية من كل وجه. إذن بعض التابعين أفقه للحديث من بعض الصحابة، فالصحابة كما تعلمون بلغوا لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من بلغ الحروف، ومن التابعين ممن سمع منهم الحديث كان أفهم للحديث من بعض الصحابة الكرام. إذن هذا يدل على ماذا؟ على اختلاف الناس في مراتب العلم، أي في مراتب الفهم. قال تعالى عن داود وسليمان عليهما السلام ففهمناها سليمان وليدوا وكلا آتينا حكما وعلما، ولكن فهمناها أي سليمان كان أفهم للقضية من أبيه داود عليهما الصلاة والسلام. اصبروا معي إن شاء الله حتى نكمل بقية الأحاديث بسرعة إن شاء الله. الحديث التالي هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. اللجام هو الذي يوضع على الدابة على فمها حتى يتحكم فيها الراكب. قال صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم ثم كتمه. قال العلماء هذا العلم هو العلم الواجب تبليغه، هو العلم الواجب تبليغه كعلم التوحيد أو كمسألة فقهية يسألك عنها إنسان يحتاج إلى معرفة حكم الله فيها، كأن يسألك عن حكم مسألة تتعلق بالربا، أو عن حكم مسألة تتعلق بدم، أو عن حكم مسألة تتعلق يعني بعرض. فإذا كان عندك علم فالواجب عليك أن تجيبه، وإلا كنت ممن يكتم العلم الواجب، وبالتالي سيلحقك هذا الوعيد ألجم يوم القيامة، أي كما سكت عن بيان الحق فإن الله تعالى يجزيه من جنس معصيته بأن يكمم فاه ويغلقه بلجام من نار والعياذ بالله. انظروا يا إخوان إلى خطورة كتم العلم الواجب، إلى خطورة كتم العلم الواجب. وربنا تعالى في القرآن يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا. والمقصود معشر الأحبة في الله أن كتم العلم الواجب هو الذي يترتب عليه هذا الوعيد. أما الذي يكتم العلم المستحب، يسألك إنسان مثلا عن تفسير آية ولا يترتب عليها علم واجب، قل له يا أخي اذهب إلى كتب التفسير مثال، أنت لم تجيبه مع علمك بتفسيره. طبعا هنا لا يلحقك الوعيد لأنك لم تكتم علما واجبا، واضح؟ لم تكتم علما واجبا. إذن قال عليه الصلاة والسلام من كتم أو من سئل عن علم أي واجب ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. في حديث آخر في الصحيحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز فلا ينفق منه. واش دير بالكنز ده إذا كان ما تنفقش منه في سبيل الله وفيما تجده يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى؟ إذن هذا الكنز سينقلب عليك بالضرر والعياذ بالله، لأنك ستسأل عنه يوم القيامة، ستسأل عنه كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الحديث التالي هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل، أي من تعلم علما شرعيا، للعلوم الشرعية هي التي يجب أن نبتغي بها وجه الله تبارك وتعالى، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا كالرياء والسمعة والشهادة والجاه والسلطان وأن يشار إليه بالبنان إلى غير ذلك من المقاصد الدنيوية التي تفنى ولا تبقى. قال لم يجد عرف الجنة، أي لم يجد رائحتها يوم القيامة. قال النووي رحمه الله في تفسير عرف الجنة قال ريحها، والحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال العلماء في الحديث دليل على ماذا؟ على الوعيد الشديد والزجر الأكيد لمن طلب العلم لغرض من أغراض الدنيا ولم يطلبه لوجه الله تبارك وتعالى. هناك بعض الأحاديث في هذا المعنى، منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء
أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. إذن هذا العلم صار وبالا على صاحبه لأنه لم يطلبه لوجه الله سبحانه. ويقول صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن وسلوا الله به الجنة. تعلموا القرآن أي احفظوه وتعلموا تفسيره ومعانيه، وسلوا الله به الجنة قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا. فإن القرآن يتعلمه ثلاثة: رجل يباهي به، ورجل يستأكل به، ورجل يقرأه لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الرجل الأخير هو أفضلهم، لأنه قرأ القرآن وتعلمه وعلمه لوجه الله تبارك وتعالى. معشر الأحبة في الله، أختم بهذا الحديث، وهو الحديث الأخير، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا بنزعه من العباد. والمقصود أن الله تعالى لا يقبض العلم بأن يمحوه من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. العلم يقبض بقبض أهله وهم العلماء. والمقصود بالعلماء هنا كما قال العلماء هم ورثة الأنبياء، حاملوا علم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، يعني رؤوس جمع رأس، جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم لأنهم جهال، فضلوا أي في أنفسهم، وأضلوا من سألهم. فضلوا في أنفسهم وأضلوا أي غيرهم ممن سألهم. وهذا الحديث معشر الأحبة في الله يدل على فضل العلم وعلى فضل العلماء، من حيث أن وجود العلم ووجود العلماء سبب للهداية في القول والعمل والمعتقد. وفي المقابل عدم العلم أي هو حلول الجهل، وحلول الجهل يفتح الفرصة للجهال الذين يتصدرون ويفتون الناس بغير علم، فيضلون في أنفسهم ويضلون من يسألهم ويثق بهم. قال بعض العلماء: هذا في آخر الزمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: من علامات الساعة أن يرفع العلم وينزل الجهل. ولا بأس أن أشير إلى بعض الأحاديث في هذا، يعني في هذا المعنى. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. إن من أشراط الساعة أن يطلب العلم من الأصاغر. من هم الأصاغر في رأيكم؟ هم أهل البدع. الأصاغر كما قال ابن المبارك هم أهل البدع، فيصيرون محل ثقة عند الناس لغياب العلماء الذين يحملون علم النبي صلى الله عليه وسلم، فيسألونهم فلا يجدون منهم إلا الضلال. ويقول صلى الله عليه وسلم، واسمعوا إلى هذا الحديث العجيب، يقول: بادروا بالأعمال خصالا 6. بادروا أي سابقوا بالأعمال الصالحة قبل أن تحل فيكم هذه الخصال الستة أو الخصال الست: إمرة السفهاء، وكثرة الشرط، وقطيعة الرحم، وبيع الحكم، واستخفاف بالدم، أو قال إمرة السفهاء وكثرة الشرط وقطيعة الرحم وبيع الحكم واستخفافا بالدم ونشوا من النشوة، السكر، يعني نوع من السكر. ونشوا يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل ليس بأفقاههم ولا أعلمهم ما يقدمونه إلا ليغنيهم. يريدون الصوت ولا يريدون الآيات التي تسجر، ولا يريدون الآيات التي تأمر، ولا يريدون الآيات التي فيها القصص والتي فيها الآداب والأخلاق والوعد والوعيد. يريدون الحنجرة، كما يريد السفهاء الفساق الفجار حنجرة المغني وحنجرة المغنية، وإن كان هذا المغني يعني ليس بجميل، وإن كانت هذه المغنية ليست بجميلة. المهم أنهم يسمعون الصوت وتأخذهم بهذا الصوت النشوة، فتراهم يميلون يمنة ويسرا. وهذا يا إخوان الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كله نعيشه في هذا الزمان للأسف. والمقصود الشطر الأخير تقديم من ليس بفقيه ليقرأ القرآن، وربما يصلي بالناس من أجل صوته فقط، وربما هو يقع فيما يوجب له الفسوق وما يسقط شهادته والعياذ بالله. فهناك يا إخوان من يصلي بناس وهو يحلق لحيته ولكن صوته جميل. هناك من يصلي بناس ولكنه يدخن
صوته جميل ولكن هو يدخن يا إخوان. وهناك من يصلي بالناس صوته جميل ولكن يسبل ثيابه تحت كعبيه، والناس يغضون طرف، له صوت حسن، له صوت جميل. وهذا معشر الأحبة في الله حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن معشر الأحبة في الله، هذه جملة من فوائد هذه الأحاديث في فضل العلم. أرجو من الله تبارك وتعالى أن ينفعني الله تبارك وتعالى بها وإياكم، وسأعيدكم إن شاء الله بإخراج فضل العلم الذي دام حوالي 4 دروس إن شاء الله، سأعيدكم بإخراجه في قرص مفرد وسأوزعه عليكم بإذن الله تبارك وتعالى توزيعا مجانيا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عندي دروس متسلسلة تدوم 10 أيام، من 15 يعني من الغد إلى اليوم 25 من شهر جون، وبالتالي لا أحضر الخميس المقبل ما نجيش، ولهذا يعني أخبركم حتى لا تحضروا. وإذا شئتم الحضور فاحضروا عندنا في المكان الجميل، فإننا يعني سنقوم ب10 دروس في تفسير جزء عامة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الله. وختاما، تقبلوا تحيات فريق العمل بدار السلف الصالح، حي الهواء الجميل، لقلصير سابقا بجوار مسجد النصر، باش جراح، الجزائر. هاتف رقم 021 58 69 96 074 82 47 79. أخي الكريم، احرص دائما على اقتناء النسخة الأصلية لدار السلف الصالح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.